راني مع التجهيزات تاع المعرض اللي غادي ندير في لاداس بلاد شلف للصناعات التقليديه في الجزائر. على كل حال والله غير راني متعوبه اليوم كامل فات على تحضير الصابونات. كما راكم تشاهدوا انواع كثيره. صابون اللي قضاء على التجاعيد اللي هو ببذور الكتان وبذور الشيا تاع العرعار. صابون العرعار معروف كثير عندي انا في كل المعارض. صابون العرعار اللي قضاء على حب الشباب وصفاء الوجه. صابون اللبان ممتاز يعني ثاني هو القضاء على التجاعيد وللصفاء ولغلق المسام ولتوحيد البشره، وخاصه للهالات حول العين. قناع اللبان ممتاز، وقناع النيل الزرقاء باش تعرفوا بلي قناع النيل الزرقاء هو اللي يجي بيض ما يجيش زرق. وهاي النيله نخدم بالنيله تاع الطاووس. ماشي شرط غير شتو صابون اللون تاعو ازرق باش تقولوا هذا هو تاع النيله. انا درت هذا كديكور بالنيله بذاتها بالنيله الزرقاء حتى نبين للجميع باللي الصابون النيله الزرقاء ماشي شرط، يعني لان كل ما نديروا النيله كل ما اللون ونبداو نخلطوا كل ما اللون يبدا يبيض يرجع للبياض مش الازرق، يكون زرق ويعاود يتحول يولي لون ابيض. انا هذا كديكور هو النيله اللي حطيتها هنا، لكن المضمون تاع الصابون ما نقولكمش هبال. المضمون تاع الصابون الغسله الاولى يعني اللي يكون اللون تاع البشره تاعها يعني اسمر، وخاصه يعني حرقته الشمس ولا عندها النقاط السوداء تاع حب الشباب ولا حتى للتجاعيد، من الغسله الاولى يعني تندهش تشوف. المهم انا صاي هنا راني عييت وكملت، راني محضره كيف ما راكم تشاهدوا فاني بلا ما ننسى هذا الكحل العربي الاصيل اللي راني حطيته لكم من قبل في اليوتيوب وبالنيله الزرقاء. فاني انا ديجا راني مكحله منه ممتاز والله غير ممتاز، يعطي لون جميل بزاف للعين وزيد فاني يصحح النظر ينظف العين، حاجه ممتازه. المهم ماشي هذا هو موضوعي، غادي نتحولوا يعني نخلي هذا المكان باش كان عيانه من الصباح ملي نط راني واقفه على كاع، نروحوا للمكان اخر ونكملوا الفيديو تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على بالي بلي الفيديو تاع اليوم مغاير على كل الفيديوهات. راني يعني قاعده وحده اخرى، قاعده جديده ماشي قاعده تاع كوزينه، اي قاعده وحده اخرى. هذه قاعده تاع الطابي وقاعده تاع الكتوبه والكرايات، يعني راني في وسط كل الذكريات تاعي، مش كلهم يعني كيما مثلا نهضر على الكتوبه تاع الطب البديل. كتوبه تاع الطب البديل تقريبا اغلبيتهم نصيبهم بالمحل، يعني راهم في المحل تاعي. نبغي هكا كي يكون عندي وقت فراغ ولا نراجع فيهم، يعني عندي غير حاجه قليله اللي راهي هنايا، ولا عندي المذكرات اللي مدونتهم، يعني اللي مدونتهم في الكراريس. المهم الفيديو تاع اليوم اللي جيتكم به هذا هو فيديو تحفيزي. انا كيف ما راكم تشوفوا في كل هذا الكتب والكراريس، يعني كل المذكرات اللي هي قدام عينيكم، هذه هي اللي انا راني باغي نمدها لكم، هذه هي اللي راني باغي نحطها في هذه القناه. يعني ما رانيش باغي نخليهم يبقاو مكدسين في هذه الكراريس. كيف ما راكم تشوفوا الاغلبيه تاعهم راني كاتبتهم في، يعني بالك الصغير فيهم عنده 15 سنه ولا 20 سنه. كل الشباب تاعي والصغر تاعي راه في هذا، حتى الاوراق، يعني حتى هذه الاوراق انا ما نرميهاش لاني على بالي باللي فيهم فائده. حتى يعني انا من عصر اللي كنت نقرا الجورنال وكي نصيب حاجه تاع فايده ندسها، يعني مثلا وصفة عجيبة للتخلص من الكلف، بثور الوجه، تصيبني كما كيف تبدأ الحساسية من الطعام، صوالح بزاف، يعني فايدة كبيرة راهي في هذا. في أمراض عندكم أمراض الروماتيزم اللي راهي تقرا معايا تنجم تقرا، أمراض الأسنان والفم، صوالح بزاف، يعني كنز ثمين راهو هنا عندي في هذه الكتب. والله العظيم هذا المجلد تاعي يعني عزيز علي بزاف، حتى الزيوت اللي كنت نشتريها باش نخدم بها نحط الفوائد تاعها هنا عندي. المهم بغيتكم تركزوا معايا، قلت ما نشوفوش الاوراق، ما نشوفوش يعني كل ورقه في هذه المجلدات تاعي، في كل
ورقه وعندها فايده كبيره. وهذا هو الشيء. هذا يعني قبل ما تكون كاينه الانترنت تكون الترتيب تاعي والله البدائي، يعني البدائي كيفاش كنت منظمه الكراريس التوعيه. انا نقول الكراريس التوعي، وهذو كنز ثمين يعني كي يدوروا اولادي، يعني كي اولادي يدوروا بهم نهبل. هذو هما اللي ما نبغيش ولادي يغيروا لي فيهم، ما نبغيش ولادي يدوروا لي بالتعب تاعي. يجيني باللي تعب تاع سنين، يجيني تعب تاع سنين، خطوط البطن لانقاص الصحه الافخاذ ولا لانقاص الوزن كله. صوالح بزاف يعني. كل صغيره عندي انا في وقت اللي كنت نجمع في هذا الشيء، كل صغيره الا وعندي انا كبيره، كل صغيره الا وعندي كبيره. هذا كنز ثمين راهو فيه هنا. يعني انا عندي هذا الكنز، هذا المجلد اللي لميته بيدي احسن من هذا الكتاب اللي شريته يعني بثمن باهظ. شريته وراه فيه 850 سؤال. انا عندي هذا راه عنده الاف الاسئله والف الاجابات اللي راهي فيه. كيف هذا المجلدات كامل يعني كل كراريس توعي اللي ارجع قبل ما نوصل اي حاجه. مثلا هذا الكراسه، يعني هذه الكراسه اللي نتفكر فيها شبابي وصغري تاع الصح يعني. حتى يعني الجرنان ما نضيعتوش. وكنا في ذاك الوقت تاعنا بزاف يعني السبعينيات، يعني في اصحاب الجيل الذهبي يتفكروا كي كنا نشرو لي كاس بوستال تاع الحلويات وتاع يعني كثير تاع الحلويات. انا كنت نجمعهم نكتب بالوصفه ونلصق الصوره عندي باش ما ننساهاش وباش نعطيكم يعني هنا. خلينا نحذف كيفاهات، نحذف صحه من 1992 يعني 1992 كراس يعني ثمين عندي انا والله غير ثمين. وكنت خايفه عليه، نخليه من بعد ونرتبه. كنت خايفه عليه بزاف من اولادي لا يضيع، والحمد لله يعني الحق معايا يعني من 92. حسبوا لارواحكم هذه الكراسه شحال عندها. حتى يعني قلت لكم كي نكتب الوصفه نخلي الصوره تاعها، الصوره اللي تشبه لها احداها من بعد ننظموا. هذا ثاني هنا مجلد، يعني هذا مجلد وين ما نجمع فيه كلش، يعني نجمع فيه الادعيه، نجمع فيه الوصفات الطبيه، نجمع فيه الوصفات الطبيه، وحتى نجمع فيه بعض الاقوال والاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نستبغي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من بينها للافاده عن طنين الاذن خلوها تعقلوا عليها البدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا طنت اذن احدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل: ذكر الله من ذكرني بخير. ذكر الله يعني كي تولي ودنك بزاف عندنا احنا هذا الظاهره، كي تولي ودنك في هذاك الطنين يعني ذاك الحس اللي يجي في الودن. صلوا على النبي، الواحد يذكر النبي يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ويقول ذكر الله من ذكرني بخير. ذكر الله ما ذكرني بخير. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال هذا الشيء، يعني قال لك كي تطن الاذن اذكروني بالصلاه والسلام. بزاف عن رؤيه الهلال عند كذا يعني صوالح بزاف المهم للافاده. انا ماذا بيا هذا صوالح اللي راهم عندي هنا مانيش بغيتهم يروحوا كيف نقولوا هباء منثورا، مانيش بغيتهم يروحوا هباء منثورا. هذا صحه ما فيهش، هذا خفيف. هذا ثاني من القدم اللي عندي، يعني كلهم وصفات قديمه ومجربه. هذا هنا كتسيبوا هنا كتاب عندي قديم ونقول لكم وصفات قديمه ومجربه، يعني وصفات قديمه ومجربه. ناهيك عن الكتب، يعني السيده رزقي ملي بدات انا نتبع السيده رزقي، نتبع السيده مدام ليلام، العليا خليفي، سميره، بزاف يعني بزاف سيدات الطبخ، يعني السيدات الطبخ وسيدات الشاشه الجزائريه اللي انا ما كنتش نضيع لهم الوصفات تاعهم. بزاف عندكم الحلويات، يعني كل الوصفات كل التدبيرات يعني نحطهم هنا. حتى مرات يعني كنت ندس هكا مبلغ مالي صغير هكا ندسو على روحي كي نفتش فيهم. نفرح بالذكرى تاعي، ونفرح اكثر كي نصيب ديك 20,000 دستها هنايا، يعني تجيني فرحه كبيره. صح ربي شكون فيكم اللي ما يفرحش كي يشوف هذا الصور. هادو كلهم مذكرات. هذا عنده ذكرى خاصه عندي، هذا عنده ذكرى خاصه عندي، مع اني ما خدمتش به بزاف، وبما اني من المولعات يعني بالحلويات
هذا دروك نقصت، في صغري كنت اكثر. نتفكر هذا يعني ابناء منطقتي يعرفوا بزاف انه كان عندنا طاكسيفون سمو زروقي، يعني راجل كبير مسن، طاكسيفون زروقي مسن في سيدي محمد بن علي. دخلت مره انا والوالده تاعي عنده، دخلت باش نفليكسي ولا كيما هكا ونشوف هذا الكتاب، ونشوف هذا كان كتاب، يعني كتاب بالالوان، كان كتاب شفته في الفيترينا تاعو. قلت له اسمح لي الشيخ، قلت له هذا الكتاب تبيع فيه؟ ضحك قال لي سبحان الله، قال لي شحال عنده مده وهو هنا في الفيترينا، وشحال من مرة دخلت عندي ما كاش مرة سقساتني على هذا الكتاب للبيع ولا. قال لي وانتي سقسيتيني، قال لي يا بنتي هذا الكتاب ماهوش للبيع، هذا والله تاع بنتي راني خليته هنايا لا. قلت له صح الشيخ تسمح لي، قلت له نشوفه. جيت طليت عليه انا شفته، قلت له صح الشيخ معليش ندير منه فوتوكوبي؟ قال لي وديري فوتوكوبي على الكتاب كامل؟ قلت له واه ندير فوتوكوبي على الكتاب كامل، ودرت عليه فوتوكوبي كامل. والله في ديك الساعه درت عليه فوتوكوبي كامل، وبزاف وصفات اللي جربتهم منه ودرتهم وناجحين يعني. وكتاب فرنسي مش كتاب تاعنا احنا، كتاب فرنسي تاع الحلويات الخفيفه، ممتاز ممتاز. واخيرا الحاجه اللي غادي نختم بها، يعني انا شاني باغيه منكم، باغيتكم تدعموا لي القناه، باغيه القناه هذه تنجح بالدعم تاعكم، يعني وحده تمدها لوحده، وحده تمدها لوحده، وتعلقوا لي تعليقات مفيده، يعني تعليقات شاركم باغيين ولا اعطوهم لي في تعليقات، حتى انا نوصل هذه القناه، نوصل شراني باغي نوصل فيها، يعني باغي نكمل لكم كاع نعرف يعني. ومازال يعني كل مره انا عايشين، كلكم عارفين هذا الشيء، كل مره عايشين، كل مره نكتسبوا في الخبره. انا باغيه المعلومات اللي راهم عندي يولوا عندكم. واخر شيء غادي نقول لكم عليه هو انني توصلت الى قرار، شريت مجلد ابيض، مجلد ابيض. فضلت باش يكون باللون الابيض على اساس غادي نسرد فيه قصه حياتي، قررت اني نسرد فيه قصه حياتي. وهذا بفضلكم يعني، الا نتوما شجعتوني اكثر غادي نولي ربما غادي ندير القصه هذيك في اجزاء، وغادي تخرج كتاب، وغادي تولوا تقراو يعني بالتسلسل، يعني بالاجزاء غادي تولوا تقراوها. وفي قصتي من الغرابه ما لا يخطر على بالكم، يعني في قصه حياتي كلها من الغرابه ما لم يخطر على حياتكم ابدا. انا ماذا بيه هنا صاي، هنا كملت مع هذه النهار اللي نبدا يعني نخدم فيه، غادي نوريه لكم وتشوفوه، ولا غادي نخليه يعني كمفاجاه نهار اللي يخرج نقول لكم باللي فوالا خرجت الكتاب تاعي، تبغوا تقتنوه يعني تشروه، مرحبا بكم وشروه. هذه الكتب كلها اللي راكم تشاهدوا فيها ما نقدرش نسلفها لكل وحده فيكم، حاجه واحده برك نقدر نمدها لكم كامل. يعني انا ماذا بيا هذا بدعمكم بجهودكم، يعني نتوما لا معايا تعاونوني اليد باليد، اليد باليد، ونوصلوا هذه القناه للفوق كيف ما راكم تشاهدوا. كميه كبيره، مجموعه كبيره، كتب وكراريس، يعني كتب وكراريس. قد ما نوري لكم الفيديو غادي نطولوا عليكم بزاف. كل هذه الاشياء اللي قدامكم ما نجمش حتى تصبوه يعني كراس يعني قديم وناخذ، بصح ما نطيقش نفرط فيه لانه راه فيه كنز لداخل، ما نجمش نسمح. نقول لكم دعموا القناه وانتوما بيكم، يعني بيكم نوصلوها للفوق، بكم ان شاء الله توصل لاعلى المراتب. وراني بت بلادكم، وحتى ولو ما كنتوا يعني كنتوا من دولة عربية المجاورة لنا، رانا كلنا اخوة في الاسلام، اخوة في الدين، ونديروا اليد باليد باش نوصلوا للأحسن، يعني للأحسن. استودعكم في رعاية الله، ونقول لكم دعموا القناة، دعموا الفيديو هذا، دعموا هذا الفيديو، بارطاجوه هكذا باش تكبر العائلة تاعنا. نقول لكم استودعكم في رعاية الله مع فيديو جديد بإذن الله.